السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرارا للعك اللي يسأل عنه بصراحة مجلس الإدارة، الأهلي يتعادل في تاني مباراة ليه من 3 مباريات في الدوري العام بفريق سكوادو وهو الأغلى في أفريقيا. عاملين فريق ب50 مليون يورو، بنلاعب فرقة قيمتها التسويقية 2,5 مليون يورو، يعني ما يجوش 8 لعيب عندنا. عشان خاطر نتعادل ونلعب أداء عشوائي ولا أسوأ اجتهاد اللعيبة كل واحد بيعمل ما بداله. وكلمنا في الكلام ده قبل كده، الفيديوهات ممكن تشوفوها، ان احنا جايبين مدرب من تحت السلم. المدرب اللي كان ماسك اورلاندو قلنا ان هو كان مدينه لقب، الجماهير كانت مسميها في اورلاندو اللي هي لا تقارن بالاهلي في جنوب افريقيا، مسمينه السباك، وكانوا بيلوموه ازاي واحد كان بيدرب مساعد مدرب في ناشئين في أندية قاع في أسبانيا، ثم في فنلندا اللي هي ما فيهاش كورة مساعد مدرب سنين طويلة، ثم يروح أورلاندو ما عملش أي حاجة، ولا خد بطولة من سان داونز، ولا خد دوري أبطال. تروحوا جايبينه لي وتقول لي بروميسنج ريفيرو دوت. بروميسنج في إيه؟ هو انت حضرتك نادي في المنتصف الدوري ولا في اخر الدوري تعمل سكواد عالمي عشان تجيب مدرب من تحت السلم، عشان توفر عشان فلوس كولر اللي بتدفعوها كل شهر 2,250,000 يورو، فتجيبوا مدرب من تحت السلم؟ طب ما عماد نحاس لعب 6 مباريات كان يعتبر العلامة الكاملة، 6 من 6 كسب، ما يكمل عماد النحاس، وكان معاه محمد يوسف، وكان فيه هيرموني، كان فيه الفرقة شكل، وقبل ما يجي النجوم التقيلة كمان، قبل ما يجي ترزي وقبل ما يجي بن رمضان وكان الاهلي شكله كويس. ليه بتلعبوا في الاعدادات؟ لعبنا كاس عالم كان ممكن نوصل الدور الثاني بسبب المدرب المتخلف اللي انتوا جبتوه دوت، ما وصلناش لحاجه. دخلنا الدوري 3 ماتشات بنتعادل في ماتشين وبنكسب ماتش من فاركو. الاداء اللي بنلعب بيه اداء عشوائي، كل لعيب بقى صاحب الكوره، يعني مفيش خطه، مفيش هويه. هتعمل ايه لو لعبت فرقه عندها انياب هجوميه؟ اقسم بالله لو بنلاعب فرقه عندها طموح وانياب هجوميه غير المحله كان ممكن يخش كمان فينا جون النهارده. عندك بقى اللعيبه بقى المعلمين والاباضيات اللي انتقلت عندنا لان المدرب شخصيته ضعيفه ولا يدرك، ما عندوش النو هاو ان هو يدرب هذا الكم من النجوم ويتحط في الليفل دوت. اللعيبه اتقل منه، اللعيبه اكبر منه، بقى زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، بن رمضان، كلهم لعب فردي. مع احترامي بقى الناس اللي كانت بتطبل وتقول زيزو عمل وبتاع، هو مش برضه غلطه زيزو ولا غلطه بن رمضان. انت عندك مدرب ضايع على الدكه، مدرب واقف على الخط زيه زينا كده بيقعد يتفرج، شاهد ما شافش حاجه، بيعجن ويقلب في التشكيل وينزل من لا يستحق ويوظف الناس غلط، ومفيش خطه. الكور الثابته مفيش فيها. لكن تتخيل ان احنا جالنا عدد كبير من الكرات الثابته ما استغلناهاش. الكورنرات جالنا فوق ال6 ما استغلناش فيها حاجه. بنلعب حتى كل الضغط دوت وفرقه بتلعب 90 دقيقه قدام ال 18، ولعب اخر 3 ماتشات كلهم تعادلات لان هم بيلعبوا على لاعب العيال بيلعب بزون ديفنس قدام المرمى، ومع ذلك ما بنعرفش نعمل الضغط المبكر ان هم ما يطلعوش، لا بنسيبهم مش عارفين نعمل ايه يا عيني. بنضيع الكرة بشكل سهل جدا، ميس باص غير عادي، لعيبه بتقف على الكوره وبعد كده بتفكر تدي فين وتروح فين. الاباضيات بقى بتوعنا زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وبن رمضان حتى النهارده كل واحد بياخد الكوره عايز يثبت ان هو اعظم عظيم. تريزيجيه علامه استفهام كبيره جدا، هو كان مصر ان هو يقلب على كريستيانو رونالدو عندنا في الدوري هنا او يقلب على ميسي، فياخد الكوره من الجون للجون، لا عارف يلعب ولا عارف يشوط ولا عارف يباصي. عندك شريف وحسين الشحات وكوكا وطاهر محمد طاهر لا يصلحوا ادائهم ولا اسوأ. حسين الشحات ولا شحات ابو كف، رجله بتلف حوالين بعضها وبقاله فتره كبيره على كده، بتنزله ايه تعمل بيه ايه؟ الاهلي كده رايح سكه اللي رايح مش راجع، وهيسال مجلس اداره يعني ايه بتقول لي مدرب بروميسنج او مدرب واعد؟ الاهلي يعمل السكواد دوت عشان يجيب مدرب واعد بثلاث تعريفه من تحت السلم، مدرب لا يرقى؟ زي ما قلت في المثل، شوف الفيديو اللي اتكلمت فيه قبل كده على المدرب دوت بالظبط. انت عامل زي ما يكون عامل السكواد بتاعك عامل زي عربيه لامبرجيني، رحت مسترخص وجايب سواق ميكروباص. سواق الميكروباص ده ما عندوش النو هاو، ما عندوش معرفه كفايه بعربيه حديث زي كده،
ف90% من الاوبشن مش عارفه، فيعمل ايه؟ يطلع بيها على الرصيف، يخش بيها في شجره. احنا داخلين في شجره، وصدقوني بقول لمجلس اداره الاهلي زي ما بنمجد فيه وبنمجد في الكابتن محمود خطيب، الجمهور مش هيرحمكم. الجمهور بالشكل دوت مش هيرحمكم. لو الاهلي اتغلب في الدوري وطلع من بطوله افريقيا وبالشكل دوت هيطلع، لان لا خطه، عشوائيه، اللعيبه حتى بتعمل اللي هي عايزاه، ما حدش بيقول لهم تعملوا ايه. اللعيبه النجوم بالذات، وكمان هيضم لهم بقى نجم النجوم كمان امام عاشور. هنشوف احلى فرديه كمان اكتر. دي ما بقتش في فريق كوره، ده احنا كده بنلعب خماسي. احنا كده بنضيع. انذار للاهلي، انذار لمجلس اداره، صححوا من الخطا الكبير اللي انتوا عملتوه دوت ومشوا الراجل دوت، وليكن ما يكون. كفايه عك، ما هو مش كل اللي بتعملوه صح. زي ما سبتوا كولر سنه يجرب في الفريق وضيع نجوم وكان هيضيع الاهلي وضيع منه بطولات، بتعملوا نفس الكلام وتجيبوا مدرب اسوأ من كولر. اسوأ من كولر، امكانياته كده، هو كده، لا شكلنا ولا لوننا ولا ليه كاريزما ولا ليه الانفلونس الشخصيه ولا ليه كاركتر ولا ليه اي زفت. مدرب ضايع، مدرب حكايته على الله. هو واقف يعني محسسنا هو مش مصدق ان هو بيدرب الاهلي. حرام عليكم، حرقتوا دمنا، حرقتوا دمنا بجد. لازم المدرب ده يغور في داهيه، ولازم تسمعوا للجمهور. ما الجمهور ده اللي عملكم، والجمهور ده اللي خلاكم تبقوا في الوضع اللي انتوا فيها ديت، والجمهور ده اللي عمل الاهلي كقيمه كبيره عالميه. الجمهور الاهلي هو الاساس، هو الاصل. وبرضه بنفهم، مش ناس بهايم وانتوا في عالم تاني جايين من عالم موازي. طلع ان كل افكاركم غلط، بتراجعوا الاحصان غلط، فكرتوا خارج الصندوق بشكل سيء. لما بتجيدوا بنقول لكم الله ينور، لما لا تجيدوا لازم نقول لكم اقف هنا، انت غلطان، انت داخل كده في حيطه. فعلا احنا الاهلي داخل في حيطه، فعلا داخل على منعطف ولا اسوأ. الاهلي كده هيضيع. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.